اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد، وده تاني فلوج ان شاء الله هينزل في نفس اليوم. امبارح كان يوم مرهق قوي الصراحه. ما وريتكوش المكان اللي احنا قاعدين فيه، فالنهارده بقى عندنا ايه قصه طويله، فخلينا اخدكم معايا في تاني يوم لينا في جزيره باريس. خلونا اوريكم المكان اللي احنا قاعدين فيه. كان هو في منطقه اسمها اوبود، قدامك مزارع لوز، عندك هنا هذه الجنينه الصغيره بالفوت ستيبس دي، عايز اديك اللي عامل صداع دايما. عندك زي بوند كده جواه حبه سمك، شكلها لذيذ برضو. حاجه مكان الصراحه متواضع ولذيذ. هنا بقى كل دي غرف. عندك هنا زي كومن اريا تطلع لو انت عايز تيديت مثلا، او عايز تفطر، او عايز تاكل. عندك بوتاجاز، وعادي بوتاجاز وكوبايات بتاعت ميه. الصراحه مكان متواضع. هو بعيد شويه عن السيتي سنتر بتاع عود ب4 كيلو، ولكن سعره 140,000 اندونيسيان روبيه، which is تتكلم مثلا في $9.5 $10. فالصراحه سعر مقابل قيمه تحفه. تعالوا بقى اوريكم اوضتي. هي دي الاوضه، اوضه دبل بيد. هي اوضه سيمبل الصراحه، ما فيهاش حاجه قوي. مكان للرفوف، شنطي، حاجتي. نروح هنا عن الثقافه البالينيزيه. وعندك مروحه، للاسف مفيش تكييف. حوض. بس يا جدعان شكل مزارع الرز بجد خطير. ايه ده؟ تعالى هوريكم بقى اول حاجه هنعملها النهارده ايه. اول حاجه احنا هنحتاج نصلح شاشه الموبايل، عشان امبارح الموبايل وقع مني وانا قاعد على الترابيزه، فبقى عامل كده. مش عارف باين عندكم في الكاميرا ولا لا، ولكن نص الشاشه راح. فهنروح نصلحها وبعدها ننطلق نعمل ايه. انا لحد دلوقتي فعلا مش عارف. فيلا بينا. دي من مشاكل المكان، ان المكان في جزء منه طريق وجزء منه بالمنظر ده. بس طبعا الحته اللي بتتمشاها في ارض مكسره، هي مش حته كبيره قوي ومش قشطه يعني. حاجه لذيذه، المكان لذيذ. هنا بقى طول ما انت ماشي تلاقي بيوت روبوسيه جنبك، حاجه فيو في منتهى الخطوره. ماشي انت اصلا مش معاك GPS وحافظ الطريق على دماغك، ده شيء يعني اقدر اقول ان انا بعك دلوقتي. لو وصلت لديد اند مش عارف بقى هنعرف نوصل المكان ازاي، والموبايل اصلا مش شغال. هنقعد نطلع اللابتوب كل شويه عشان نتاكد من الطريق. دي بقى الصراحه حاجه مميزه قوي. طول جنبيك، طول ما انت ماشي تلاقي جنبيك شجر. والصراحه طرق يعني انت ممكن ما تعملش حاجه غير ان انت بس تقعد تمشي بسهوله. وصلنا السيتي سنتر بتاع اوبود وخلاص. نروح نصلح الموبايل. بصوا بقى السيتي سنتر عامل ازاي. تلاقي طول ما انت ماشي ناس بتبيع بقى كوكوناتس، هتلاقي كم موتوسيكلات ما تعدش. تلاقي بقى لو انت عايز تجيب انتيكس وبتاع، ده السيتي سنتر. هنا بقى لو عايز تغير فلوس، مكان رايق الصراحه. لو عايز تجيب حاجه، ناس بيبيعوا قهوه، والراجل بيعزم هنا بقهوه. مكان جميل الصراحه. وفي برضه هنا كوفي شوبس رايقه قوي لو انت عايز تخش تقعد فيها. في ستاربكس، ولكن الكوفي شوبس دي دايما بتبقى احلى من ستاربكس وارخص. يعني ممكن تجيب لك واحد امريكانو مثلا ب 25 او 30 الف روبيه، اللي هو يعتبر $1.8. سعر لذيذ يعني. رحنا لاول محل، ولكن المشكله ان الاسعار غاليه قوي فيه. يعني هو بيقول لي اللي مش اصليه في منها نوعين، واحده ب1.5 مليون وواحده ب1 مليون، which is يعني almost $100 او $110 و$75. ده يعتبر غالي. يعني انا كنت هغيرها قبل ما اسافر، كانت واقفه ب200 رينجت، اللي هو يعتبر $40 مثلا. فمش عارف هنعمل ايه. في محل تالت رايحين نشوفه. اتمنى وسعره كويس، وعلى الله الحمد لله على كل شيء. عندهم هنا بقى القمصان دي، عندهم قمصان البحر بقى الصراحه روشه يعني لاخر الحدود. الواحد بيفكر يشتري، بس ايه، خلينا الاول نخلص رحلتنا ونتاكد ان احنا مسافرناش كتير، بعدها بقى ممكن ايه نروق على حد. تاني محل للاسف قافل. تاني محل قافل، وكده مفيش غير 3 محلات، 2 منهم قافل وواحد فاتح. بعد تدوير كتير على محلات للموبايل وانا ماشي لقيت المنظر ده.
السيرموني البالينيزيه دي تقريبا لما حد بيموت بعد ما بيتدفن بياخدوا تقريبا جثته، تقريبا بيحرقوها او بيعملوا الاحتفاليه دي. يعني مفيش حد فيهم بيعيط، كلهم مبسوطين، ودي حاجه غريبه الصراحه. بس مره واحده كده الموضوع غريب يعني. بصوا يعني هم حرفيا قفلوا الشوارع، قفلوا كل حاجه وبيقعدوا يسوقوا البتاع ده. بتاع معمول من البامبو تريز، وفي بقى ايه ورد وزرع انا فعلا مش فاهم حاجه، بحاول افهم. في هناك نار مولعينها، وهنا في البتاع ده اللي هو شبه البقره، مش عارف هو ايه. اجواء غريبه وجديده يعني. الواحد كل ما تمشي في بالي تلاقي حاجه غريبه بتحصل لك. ده حاجه طبعا بعيده عن الموبايل بايظ، ف يعني لقيت كنت ماشي كده لقيت الموضوع ده، فقلت الصراحه لازم ايه اروح اصور واشوف ايه هو الحوار ده. اجواء في غايه الخطوره والاثاره، حاجه جديده، كلتشر مختلفه تماما يعني. حاجه كده الواحد كان بيشوفها على التلفزيون بس ان الواحد يعيشها في الحقيقه ده مختلف. ده المفروض الكفن والقش بتاع الميت تقريبا على حد فهمي. بيقول لك تكلفه السيرموني ان انت تطلع حد جنازه كبيره قوي، فمش كل الناس بتعرف مش كل الناس بتعرف يعني تعمل جنازه. يعني ممكن حد يكون مات وبعدها مثلا يطلعوا جنازه بعدها بسنه او 2، فعلى حسب بقى ما يكونوا حوشوا فلوس وكده. حاجه الصراحه جديده يعني، حاجه واو. هنا بقى الناس بتبيع هدايا او حاجات بيقدموها قرابين لما حد بيموت. ففي بقى زي ماركت كده صغير بيقعدوا مثلا لو حد جاي للعزاء فلازم مثلا كأنه يشتري حاجه. فالحاجات دي تقريبا بقى مثلا هل بتشفع له؟ انا ما عنديش صراحه اي فكره عشان ما افتيش، ولكن هم بيشتروها كده وبيولعوها على المكان اللي المفروض يعني بيعملوا فيه السيرموني دي. هم دلوقتي بيقطعوا الحصان اللي هم عاملينه فوق، مش عارف ليه لقيتهم بيلفوا كده حوالين الحصان. سألت واحد وانا ماشي ايه اللي بقى يعني انا كنت بخمن حاجات معينه كنت قريتها. قال لي ان اللي بيحصل ده هم مش بيحرقوا الجثه، هم بيحرقوا الحاجات دي على اساس ان هم كده بينقلوا الجثه من الطبيعه. يعني هي الجثه ظهرت من الطبيعه وهم عايزين يرجعوها تاني للطبيعه، فدي الطريقه ان هم بيرجعوها، يطلعوا الروح من الجثه ويرجعوها للطبيعه تاني، بحيث ان هي تقريبا بقى تطلع في جسم بقى فار، تطلع في مش عارف ايه، انا ما عنديش فكره، ولكن هو ده الكونسيبت بتاعهم. بعد ما خلصنا رحنا كافيه لوكال، قلنا بقى نشرب كوبايه قهوه ونقعد نخلص حبه ايديت. طلبنا واحده كابتشينو، جايبين لنا معاها كوبايه ميه وبسكويته. قاعدين بنedit الفلوج عشان ننزله النهارده. الديلي فلوجينج ده حاجه صعبه، بس هتلاقوا الفيديوهات بسيطه شويه طبعا علشان نعرف ننزل كل. خلينا نقعد نديت شويه. 1 hour later. خلونا اوريكم الكافيه عامل ازاي. بصوا الروقان، معلقين لك حاجه هنا. الراجل ده يا جدعان عمال يقول لي ممنوع التصوير، عمال يقول لي ممنوع التصوير من اول يوم. الراجل ده مصري قفشته في اندونيسيا. وهي الخطأ يا جدعان، خشوا سووا سبسكرايب وتابعوه على كل الايه، هتلاقوا اللينك تحت في الديسكربشن. والله يا ابني خد بقى الريفيو. بصوا هنا بقى تلاقي الخضار بقى هنا، خشب عندهم، والخضار ده حاجه اساسيه. خشب الزان ده. خشب ايه؟ الزان. ماشي. وده البامبو. ده البامبو اللي هنا ده بقى. ده بقى معلق لك حاجات كده الصراحه. اجواء نروح نودي موبايل يتصلح، وبعدها احتمال لسه مش اكيد ان احنا نطلع على غابه القرود، اكبر غابه قرود في بالي. يا ابني غابه القرود قفلت بجد والله؟ خلص على الساعه 4. غابه القرود قفلت يا جدعان. القرود دخلت تنام فمش مشكله. شكلنا بقى نقفل الفلوج النهارده على كده عشان ايه، مش عارف يعني دي فلوجز بقى، فلازم نبقى ايه الساعه 7 نقفل علشان نلحق نيدت وكده. ودي تبقى نهايه الفيديو. اشوفكم فيديو جديد، تدعمونا طبعا لايك بقى وشير والكلام بقى ايه الحلو ده كله.